ازيكم؟ يلا بينا اوريكم عملت عيش السوري ده ازاي بحشوة خفيفة ولذيذة جدا. هتنفع معاكي فطار او غدا او عشاء، وتنفع للمصايف، تنفع لحاجات كتير قوي. عايزه اقول لكم التتبيله دي سهله جدا ولذيذه ومش هتاخد منك وقت كتير، وهنعملها بطريقه حلوه جدا. تمام. ومش هنحتاج فيها ساندويتش ميكر او جريل نون ستيك، احنا هنعملها في صينيه عادي جدا وهتطلعني النتيجه ممتازه. اول حاجه باجي اتبل معايا البانيه. هاجي هنا في البولة اللي هتبل فيها هنزل فيها بكوبيبة صيني، زعتر مجفف، توم باودر، بصل باودر، وملح. وهنزل لكم باقي المكونات كلها تحت الفيديو، تمام، عشان ما ننساش حاجة. وانا حطيت معلقة صغيرة من توابل الشيش طاووق بتاعت كنور، هوريها لكم، كانت مديها طعم رائع جدا لو عايزين تضيفوها. هنزل هنا بنص كوباية حليب تدريجيا وهضرب بالمضرب، تمام، علشان اضمن ان التوابل بتاعتي امتزجت كويس. وهنزل هنا بالزبادي. الاضافات اللي انا ضفتها دلوقتي دي الحليب والزبادي مكوناتها تطري لي نسيج الفراخ وهيدي طعم حلو قوي ليها. عايزين تستغنوا عن مكون فيهم تمام، عايزين تستغنوا عن الاتنين تمام برضو. بس في حالة لو استغنينا عن الاتنين هنحط مية بصل. تمام. انا هنا البانيه اهو كنت غسلاه كويس ونقعاه في ليمون وملح، اتاكدت ان هو مفيهوش اي زفاره ولا فيه اي زوايد. تمام. ببتدي بعد ما اصفيه صفى خالص عشان انزل بيه في التتبيله يتشربها كويس. هنزل بيه بالشكل ده. تمام. انا بحاول احط واحده واحده عشان اضمن ان التتبيله حوطتها من كل مكان. بعد ما هتبل البانيه هسيبه اقل حاجه نص ساعه في التلاجة. تمام. ابتدي تبلي البانيه الاول ونبتدي نشوف بعد كده هنعمل ايه. يعني وقت ما البانيه بيتبل هنكون بنشتغل في ايه؟ تومية، هنعمل خيار المخلل، هنقطع خضروات لو احنا هنحط في السوري بتاعنا خضروات. فالاول تبلي البانيه ابتدي بيه واركنيه في التلاجة. انا بعد ما هتبله هقفل عليه بستريتش راب وادخله التلاجة. تمام. ادي شكل خلطة التوابل اللي انا استخدمتها، ادتني طعم رائع. عايزين تستبدلوها وتحطوا بهارات مشكلة او اللي هي 7 بهارات، تمام. وهبتدي لحد ما البانيه يتبل هبتدي اشتغل في التومية. اول حاجة بجهز معايا ربع كوباية نشا، هنزل فيها بكنكة او في بولة ما تكونش كبيرة قوي، يكون هتترفع على النار. هحط عليها كوباية من نفس الكوباية اللي انا حطيت فيها ربع كوباية النشا، هحط فيها كوباية مية. تمام. المية دي مطرح النشا. وهبتدي اقلب بالمعلقة، اتأكد ان النشا مية فترة من الحنفية. تمام. هتأكد ان النشا دابت خالص في المية. وبعد كده هنبتدي نرفع على نار هادية جدا، يعني كأني هطفي النار اهو على شمعة. ببتدي اقلب فيها، ايدي مش هتسيب خالص عشان ما تكلكعش معايا. مش هتاخد معاكي وقت كتير، انت هتفضلي تقلبي لحد ما تلاقي النشا مسكت يعني النشا بمية عملت زي خليط كده متجانس. اول ما تاخد معايا الشكل ده هبتدي اطفي النار واسيبها تهدى خالص. ونيجي في الكبة هنزل بيها بعد ما تهدى. تمام. هنزل القوام بتاع النشا ده في الكبة. تمام. هي مش هتاخد معاكي وقت على النار خالص، احنا بنقلب تقليب مستمر نار هادية خالص. هتلاقي دقيقتين 3 هي ابتدت تربط. تمام. سهلة جدا، الموضوع سهل جدا، بس التزموا بالمقادير او المكونات عشان ما فيش حاجة تطلع معاكم مش مظبوطة. واوعدكم ان انتوا هتاكلوا تومية سوري فعلا زي الجاهزة بالظبط. تمام. هنزل هنا بعد ما نزلت النشا، نزلت بمعلقتين مايونيز كبار. هنزل بعد معلقتين المايونيز بربع فنجان خل. تمام. التزموا بالمكونات او بالمقادير بالظبط عشان الطعم بتاعها يظبط معاكم. تمام. بعد ما نزلنا بالخل هنزل معايا بمعلقه توم صغيره. هننزل اول اهو بالزيت، ربع فنجان زيت برضو. تمام. ومعلقه توم مهروس، ولو التوم صحيح حاولي تدوقيه الاول بره. تمام. ونص معلقه صغيره ملح، لو احتاجنا ملح ممكن نضيف. لكن التوم لو حطيتيه وانتي مش واثقه ان الكبه بتاعتك هتفرمه ناعم خالص، يبقى دقيه الاول وبعد كده حطيه. تمام. وهنا هننزل بنص كوبايه حليب صغيره. تمام. انا الكوبايه دي كوبايه قهوه عندي مش كوبايه كبيره. تمام. هبتدي انا بضرب وبعد كده هرجع اضيف تاني بقيه الحليب، ضربته على مرتين علشان يتضرب معايا كويس. تمام. هنبتدي بقى نجهز هنا الخيار المخلل بتاعي. انا قطعت 4 خيارات كبار نزلت عليهم. بعتذر على الاضاءه هنا حصل دروب في التليفون.
وما خدتش بالي، بس هو الجزء بتاع الخيار بس هتلاقوا طبعا المكونات كلها تحت الفيديو. قطعت خيار سميك ونزلت عليه هنا بمعلقه صغيره توم مفروم، معلقه صغيره ملح، ونص معلقه صغيره نعناع مجفف يا اما ورقتين 3 نعناع، ونزلت عليهم بربع فنجان خل وكوبايه ميه فتره من الحنفيه، واما اما ادخلها الميكرويف واسيبها حوالي دقيقتين في دقيقتين، يا اما هنزل عليها ميه مغليه وهسيبها ساعتين بالظبط. تمام، هيكون اتخلل معايا. نيجي بقى في طاسه او في برام زي ما انتوا عايزين، هننزل بمعلقه زبده كبيره، والنار تكون متوسطه، مش مايله للواطي مايله للعالي، عايزينها متوسطه حلو. تمام، وهبتدي بقى بعد ما الفراخ بتاعتي اتبلت هنزل بيها في الطاسه. بصوا تكون سخنت الزبده قوي ازاي علشان الفراخ ما تنزليش ميه. تمام، انا عايزه استمتع بطبقه كراست كده للبانيه، فحبيت ان انا انزلها على نار عاليه وما قطعتهاش قطع صغيره عشان احتفظ بشكل الطبقه اللي انتوا هتشوفوها معايا دي. لكن لو قطعتها صغير خلاص هيعتبر انا بشوح البانيه من غير اي شكل. لكن مع الشكل مع القطع وهي سليمه كده هتطلع لي طبقه كراست شكلها حلو قوي، وطعمها كمان هيكون لذيذ جدا وجميل. هنا بعد حوالي 5 دقايق ببتدي اقلب البانيه بتاعي لحد ما ياخد طبقة ذهبي. تمام، واحس ان هو استوى، يعني برضو احنا مش عايزين نعلي النار قوي علشان ما ياخدش لون معايا من بره، ومن جوه يبقى نسيج اللحمة ما استواش. فاحنا برضو احنا عايزين النار متوسطة. تمام، هنا 5 دقايق وهنا 5 دقايق وهيبقى البانيه استوى معايا خالص. تمام، بصوا الشكل الطبقة دي كان من جوه مستوي وجميل جدا. هبتدي ارفعه لما اوصل للون ده. تمام، واسيبه يهدى ونبتدي نقطعه. اهم حاجة النار، راعوا النار علشان النار هتظبط لي السوا، يا اما هيطلع ني يا اما هيطلع من بره ملسوع ومحروق والطعم من جوه ني. تمام، فاحنا عايزين نظبط نقطة السوا. تمام، بعد ما هنا طلعت البانيه بتاعي وهدي شوية ببتدي اطلعه على القطاعة بتاعتي وهنقطعه. بصوا شكل البانيه عامل ازاي، كان طعمه رائع. عايزة اقول لكم لو انتوا مش حابين نكهة الزعتر زي ما انتوا عايزين تشيلوها شيلوها. هي كل المنكهات دي بتدي طعم جميل بس في الاكل، في ناس بتحبها وفي ناس لا بتبقى عايزه تستغنى عنها، فزي ما انتوا عايزين. تمام، بعد ما هقطع البانيه قطع كده سميكه. تمام، لو احنا عايزين نحط حشو تاني مع البانيه في السوري، انا حطيت معاه بطاطس، حمرت بطاطس صوابع وتبلتها عادي باي توابل انت حباها، وهبتدي احشيها مع قطع البانيه. يلا بينا بقى نعمل اول رغيف. بصوا بالشكل ده، انا بجيب العيش السوري بتاعي، هو بيجي من عند الراجل بالشكل ده متطبق كده ومتني جاهز على الحشو. هنا التومية ما كانتش ناشفة، كانت سايلة وكانت قوامها حلو جدا، بس انا دخلتها التلاجة لحد ما يعني عملت بعض الحاجات ورجعت تاني عشان اجهز السندوتشات بتاعتي. تمام، لكن في ساعتها هتلاقي قوامها ناعم وزي الجاهزة بالظبط. هنا بس ما الا انها دخلت التلاجة. هبتدي افردها في العيش بتاعي، وهنزل هنا هي بقطع الفراخ. تمام، اهم حاجه ما نزودش الحشو عشان الساندوتش بتاعي ما يتقطعش او ما يفتحش، فاحنا مش عايزين نزود الحشو. طبعا لو انتي هتحطي فراخ بس، تمام، حاولي تزودي عما انا بحط عشان تحسي بطعم يعني الطعم الداخلي للحاجه. لو انتي هتزودي قطع بطاطس زيي، فحاولي ان انتي تحطي حجم قليل قوي عشان لسه هنحط يعني فلفل وطماطم وخيار، الساندوتش ما يبقاش كبير ويفتح معايا. هنا اهو بعد ما رصيت البطاطس أنا كنت متبلاها تمام، يعني متحمره وتبلتها عادي توابل جاهزه او زي ما انت عايزه في البيت. حطيت قطع فلفل، عايزه تحطي يعني فلفل سبايسي معاها حطي، وكنت مقطعه طماطم حلقات برضو حطيتها. تمام، وهاجي هنا احط تركه موتزاريلا كانت مديها طعم جامد جدا، انا بحب اخترع. عايزه تستغني عنها تمام، لو عندك خس وعايزه تحطيه حطيه. تمام، يعني الحشو الداخلي زي ما المتاح عندنا هنحط، بس انا حبيت احط المره دي موتزاريلا واديتها طعم جميل جدا. هبتدي بقى نقفل الساندوتش بتاعي. تمام، هجيب الاطراف دي كده اهوت بالظبط. تمام، واحاول ان انا اضغط على الحشو عشان ما يفكش معايا بسرعه. تمام، هنا انا ما ضفتش خيار، بس هعمل ساندوتش تاني واحط فيه خيار زي ما انتوا عايزين، قلنا الاضافات الداخليه زي ما انتوا عايزين. تمام، جهزت اول ساندوتش ده
ممكن تحطي الصينيه او الطاسه اللي انت هتسوي فيها على طول على النار، ونبتدي ننزل بواحد واحد. بصوا بقى ابتدي انزل ازاي. انا بقيت النار متوسطه مايله للهادي، وهبتدي انزل بالجزء المفتوح من تحت. يعني انا عايزه الجزء المفتوح في الساندوتش في العيش يبقى من تحت ملامس للطاسه. تمام. ادي ساندوتش تاني اهو انا حطيت فيه خيار. وهبتدي اهم حاجه عندي النار ما تكونش عاليه، هتلاقيه اتلسع بسرعه. فاحنا عايزين نهدي النار عشان الموتزاريلا دي تسيح وتدي طعم حلو قوي للحشو. تمام. اهو ادي الشكل اهو. ببتدي كل دقيقتين 3 بالظبط اقلب على جنب. الاهم عندي ان اول نزوله للساندوتش بتاعي بنزله على الحته المفتوحه، على الجزء المفتوح. هتلاقيه وانا بقلبه بعد كده هو مسك. تمام. نار هاديه، وببتدي استنى كده هو دقيقتين وابص لحد ما الاقيه خد لون ذهبي من كل الجوانب. وجربوا الطريقة دي، ومستنية رأيكم عشان هتعملوه ولا أجدع سندوتشات سوري جاهزة. عايزة أقول لكم إن انتوا مش هتعرفوا تفرقوه عن الجاهز خالص، وطعمه حلو جدا.